وفاة العالم الجليل بوراس الذي تتلمذ على يده العديد من طلبة القرآن الكريم وأسهم في تخريج عدد كبير من العلماء والحفاظ. الذكرى التي تقام كل عام جمعت مشاركين من أكثر من 30 ولاية، حيث كانت المناسبة فرصة لطلاب العلم ومرتدي الزوايا للالتقاء وتبادل المعارف. هاشم طيب. اللهم زدهم ولا تنقصهم واعطيهم ولا تحرمهم يا ارحم الراحمين، واكرم اللهم من اكرمنا. فلقد تشرف قلمي بترقيم مناقبكم من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات، ظلها تظليلا، ولاية الولاية يا ارحم الراحمين. على هذه القصيدة الرائعة، بارك الله فيك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بوراس الحبيب ولد الحاج العربي الله يرحمه، نشكروا الضياف هذو اللي جاوا عندنا هنايا، والله يحفظهم ان شاء الله، الله يبارك فيهم. راهم شاركت معنا هنا حوالي 31 ولايه، الطلبه هذو اللي جاونا وشقاو هنا عندنا الله يبارك فيهم ان شاء الله، جاوا سالمين يروحوا سالمين غانمين ان شاء الله. نحن في هذا اليوم المبارك، في هذا اللقاء، لقاء الأحبة في عند سي قويدر بوراس مدير المعهد بتمراست، لقد حضرت أكثر من 30 ولاية، شيخ عدة. فنحن في هذا المجلس المبارك عند أهل المهاجة نجتمع لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ولأجل القرآن الكريم. وهذه الذكرى السنوية تاع الوالد، يعني كل سنة يلمون وحملة كتاب الله عز وجل من أجل القرآن الكريم. هذه صدقات تروح، يعني ناس يجيك 30 ولاية ولا 35 ولاية، يجيك من أقصى الجنوب ما شاء الله، يجيك لا نريد منكم جزاء ولا شكر، يجيك محبة، يجي يسلم عليك ويقول لك جابتنا المحبة تاعك، يجيك من ورقلة جاي السيد جاي من واد السوق جاي جابتها محبة، الشيخ سيدي إبراهيم يجي يخلي كل الأعمال تاعه جابته محبة العائلة. معكم الشيخ إبراهيم جرادي، شيخ الزاوية العلمية الصوفية بولاد الشارقة المدنية ولاية أتلمسان، وشيخ زاوية بني ونيف بولاية بشار. ها نحن في هذه الذكرى الغالية التي هي الذكرى حياة، والحياة ذكرى، لأنها ذكرى لعالم من العلماء، وحياة العلماء لا تقتصر عليهم، إنما هي من كل الأجيال، ولا يموتون بموتهم، لأنهم يجمعون الناس في الحياة وبعد الممات. والدليل على ذلك مشاركة هؤلاء الناس الذين جاءوا أكثر من 30 ولاية، لا لشيء إنما لإحياء ذكرى عالم من العلماء مربي، عالم قطب من أقطاب هذه البلاد، وخاصة مهاجة، لأنها لها تاريخ بالجذور. بماذا؟ بسبب هذا الرجل اجتمعنا، ونعلم جميعا بأن العلماء ورثة. أوقات مميزة قضاها أطفال مخيم المؤسسة الوطنية لأشغال